بيذكر العلماء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وقصة معروفة وإن كان طعن فيها بعض العلماء كابن الجوزي أظن، قال إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة، فإذا رجل من القصاص عمال يحدث، فبيحدث بالأسماء اللامعة، قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. تركيبة يعني عجيبة بالك. فيحيى بن معين كان بيصلي تحية المسجد، سمع الكلام ده ما صبرش، استعجل في صلاته واخد بالك. وبعدين هذا القص بعد ما خلص الحكاية دي كل واحد بيرمي بياضه، يرمي له قرشين وبتاع، فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنوال، يعني لعطاء، يعني فاكر انه هيديله حاجة يعني. فقال له يحيى: اجلس. فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال له: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان برضه ذكي وبيتصرف بسرعة بالك. فقال له: قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، عرفت أنه أحمق دلوقتي هو بس. أو تظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين، يخلى من الشبه 17. احنا عندنا يخلى من الشبه 40 بحكم العصر، كل ما بنتقدم وبنقترب من الساعة العدد بيزيد واخد بالك. قال: فوضع أحمد فمه في كمه، بيكتم الضحكة، مش عايز الضحكة تطلع واخد بالك. وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. أهو ده رجل عارف أن الإسناد له شأن عند الجماهير، ألف سند من الأسانيد واخد بالك. لكن كان هناك من العلماء من يقوم لأمثال هؤلاء،